إلهي ألف الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليك. إلهي العفو إلهي العفو. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل رسام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدار. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأت. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك صالح خادم متذلل خاشع أن تصافحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك صالح من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك
رغبتك اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فود من البلاء أقلت وكم من ثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم أذم بلائي وأفرت بي سوء خالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وأبسني أن في بدامالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك داعي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي من طلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد ودودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك
وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغفرا منيبا مقرا مذلا مترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك وذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شر وثاقي يا رب ارحم يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي لارتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من سوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي بدعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تذكي من ربيت أو تبرد من أدنيت أو تشرد من عابيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت لتوحيدك صادقا وبشكرك مادخت وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارع سعت إلى أوطان تعبدك طاهرا فأشارت باستغفارك مذهبا ما كذب الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه
قلیل مکثو یسیر البقاء قصیر مدتو فکیف توالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه ولا یخفف عن اهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الذليل الحقير المسكين المستکین. آقای من برا من چگونه خواهد بود؟ عاقبت کارم چی میشه؟ چی به سرم میاد تا از من نگذری؟ چه کنم مولا جان؟ انا عبدک الضعیف، من بنده ضعیف و ناتوان تو هم خدا. الذلیل، در مقابل تو خار و بی مقدار. الحقیر المسکین المستکین. مولا جانم امشب خیلی ها رو بخشیدی و میبخشی، رحمت تو شامل حالشون میکنی خدا. میشه منم ببخشی آقای من؟ میشه ما رو هم مورد رحمتت قرار بدیم؟ اگه ببخشی امام زمان خوشحال میشه، اگه نبخشی شیطان خوشحال میشه خدا. مولا جانم مگه خوشحالی امام زمان برات محبوب تر نیست؟ یا الهی و ربی و سیدی و مولا، لعی الامور الیک اشکو ولما بناد الجواب کی لعلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت. فلئن سیرتنی للعقوبات مردانک و جمعت بینی و بین اهل بلایک و فرقت بینی و بین احبایک و اولیایک فابنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و هبنی یا الهی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی النظر الی کرامتک ام کیف اسکن فی النار و رجایی عفوک فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأضجن الیک بین اهلها ضجیجا آملی ولأصرخن الیک صراخ المستصرخین ولأبکین علیک بکاء الفاقدین ولأنادینک این کنت
يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت عذابها بمعصيته وهو بسبيلت باقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يورق لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أتباعها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به المبغضين من برك وإحسانك فباليقين أبت ولولا ما حكمت به من تأديب جاهديك وقضيت به من إخلاد مانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مغرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدأ وتتملت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي أتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهبلي في هذه الليلة خدایا همین امشب منو ببخش خدا و فی هذه الساعة همین الان عفو
عفو کن مولا جانم کل جرم اجرمت و کل ذنب اذنبت و کل قبیح اسررت و کل جهل عملت كتمت او اعلنت اخفيت او اظهرت و كل سيئة امرت باثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارهم وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عني من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الدين يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بعبدك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك مبسولا خدایا کاری کن پیوسته در راه خدمت به تو قدم برداریم خدا و اعمالی عندک مقبولا خدایا اعمالمون رو طوری قرار بده که همه مورد قبولت قرار بگیر خدا حتی تکون اعمالی و مرادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیهم اولیم یا من الی شکوت احوالی یا رب یا رب یا رب یا رب غفو علی خدمت
خدمتك جواریم، عذاب و جوارم رو برا خدمت به خودت نیرو بده خدا. و اشدد علی العزیمت جوانیم و هب لی الجد فی خشیتک و الدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرع الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و دنو منک دنو المخلصین و خافک مخافت الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. اللهم و من ارادنی بسوء فردوب و من کادنی فکدوب و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقرب منزلة منک و خصم زلفة لدبک فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك امر کردی تو رو بخونن و ضمنت لهم الاجابه ضامن استجابت داشتی مولا جانم فالیک یا رب نسبت وجهی خدایا رو به سوی تو کردم و میکنم و الیک یا رب مدد تو یدیم دستم پیش تو دراز میکنم خدا فبعزت کس جبلی دایی به عزتت قسم دعامونو به اجابت برسان خدا و بلغنی منای ولا تقطع من فضلك رجایی و کفنی شر الجن والانس من اعدایی یا سریع یا سریع یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الداب بیامرز اونی که غیر از داد چیزی نداره فانک فعال لما تشاء یا من اسمه دوا و ذکره شفا یا من و ذکره شفا یا من اسمه دوا و ذکره شفا خیلی
التماس دعا گفتن و مریض دارن. خدایا همه مریضامون و شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا امراض ظاهر و باطن هممون عافیت ببخش. خدایا مریضایی که سفارش کردن عاجلا لباس شفا بپوشا. یا من اسمو دوا و ذکر و شفا و طاعت و غنا. ارحم من رأس مال الرجا. رحم کن به کسی که سرمایش امید مولا جانم و سلام البکا. رحم کن به کسی که سلاحش گریه است، اشک و ناله است. بر کسی اشک دادن، حال بکا دادن، خیلی نعمت دادن. خوشحال اونی که اشک و گریه و ناله داره. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله، واسطه اونم امشب حسین علیه السلام. پدر و مادرم به فداش قربونش برم. امام رضا فرمود برا هر چی خواستی گریه کنی، برا حسین گریه کن. یعنی تا گوشه چشمتون تر شد، برا هر مورد و موضوع و مسئله و هر چیزی زود دلاتون رو متوجه کربلا کنید و برا حسین ناله بزنید. گناهکارای مثل من رحمت واسه خدا حسینه. میخواد خدا زود ازتون راضی بشه، میخواد زود بگذره ببخشه. برا حسین گریه کنید. اشک برای ابی عبدالله پرونده سیاه اعمالو میشویه، پاک میکنه. فاصلت و با امام زمانت کم میکنه، موجب رضایت و خوشنودی خدا. یا سابقا یا دافع یا نور المستوحشین في الظلام. یا لمن لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.